السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير. واش راكم بروكا؟ وبغيت نشارك معكم هاد ميني باغيت اولا فطائر اولا كل واحد وشنو غادي يسميهم. كيجيو رائعين. اول حاجه غنحتاجو في العجينه هنايا الدقيق الابيض، والنصف ديال الكميه ديال من الدقيق الابيض غادي نديروه من الفينو. غادي نوضعوا شويه ديال الملح، ها هي وضعتها هنايا غير ما غاديش تبان لكم، وقليل من خميره الفوريه، وغادي نعجن العجين كما اي مرة كتعرف العجين ديالنا، ونرجع معكم. صافي كنجيبوا الماء يكون دافئ وكنعجنوا العجين ديالنا عادي كما كتعرف اي سيده مغربيه. غادي نعجن وغادي نرجع معكم. كما كتشوفوا غادي ندلكوها واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق بحال هكا. المهم انا مازال غنزيد ندلكها شي شويه، ها نتوما كتشوفوا. ايوا صافي، وغادي نغطيوها بشي منديل حتى ترتاح لينا على ما نوجدوا الحشوه ديالتنا ان شاء الله. وبالنسبه للحشوه كما كتشوفوا غادي نحتاجو هنايا البصله مقطعه هكايا صغيره مشلضه، وهنايا خيزو، الجزر حتى هو حكيتو، وهنا عندنا لادانت، وهذه كيبقى غير اختياري. هنا عندي شويه ديال الفرماج موتزاريلا مع الفرماج الاحمر، حتى هو غادي نضيفه في الاخير باش يعطي ديك التهليكه زوينه، وكيبقى اختياري اللي متوفر عنده. والتوابل ونخليكم مع الطريقه وغادي تشوفوا جميع المراحل ان شاء الله. اول حاجه غادي نديروا البصله، هي الاولى تشحر. كنديروا هنايا دايره انايا زيت الزيتون، وتقدروا ديروا غير زيت المائده ماشي مشكل. غادي نديروا البصله هي الاولى تشحر، غير تشحر لينا شويه غادي نضيفوا عليها الجزر، صافي كما كتشوفوا هي البصله راه تشحرات لينا. غادي نضيفوا عليها الجزر، وبالنسبه لهاد الميني باغيت اولا فطائر على شكل كميرات صغار مازال غادي ندخلوهم الفران باش غادي يطيبوا. هاد لاداند ما غاديش نشحروه مع، حيت راكم عارفين دغيا كيطيب، غادي نخليوه حتى تشحر لينا. دابا غنضيفوا غير التوابل وملي غادي نطفيو البوطه عاد غادي نضيفوه وصافي، وغادي نحركوه غير مع الصاد ديال البصيله وخيزو اللي درنا صافي، ونمزجوا العناصر كامله ونحتفظوا بها حتى تبرد لينا واحد شويه. عاد نديروها عاد نديروا هذه الحشوه في العجين. بالنسبه للتوابل غادي نضيفوا الخرقوم، كركم على حسب الكميه نتوما اللي دايرين ديال الحشوه، الابزار، واللي بغى يدير فيها حتى فلفله حاره اولا لاصوص حاره يضيفها، كتبقى اختياريه الناس اللي كيبغيو الحار. وغادي نضيفو سكينشبير، وغادي نضيفو تحميره او بابريكا حلوه، صافي. ودابا غادي نمزجوا هاد العناصر كامله، وما تنساوش الملحه بطبيعه الحال. وكما قلت لكم بالنسبه
الفرماج عندنا هنايا فرماج مثلث، وهذا كما قلت لكم راه هذا محكوك موجود، فيه موتزاريلا وفرماج احمر. كيبقى دائما اختياري اللي متوفر عنده، حيت كيعطي واحد التعليكه زوينه وكيزيد. كما كتشوفوا ها هي ديال الحشوه ديالتنا تشحرات لينا مزيان صافي. وهاني ضفنا دابا لادانت صافي، وتحركوا مزيان باش حتى الكفته حاولوا انكم بحال تفرتوها في وسط الحشوه. وسمحوا لي على التصوير، راه شاده بيد. هانتوما كما كتشوفوا راه كتبان الكفته بحال طيبناها غير في هذيك الصاد ديال الحشوه الاولى اللي شحرنا صافي. باش الا طيبتو راه هانتوما كتشوفوا راه طفيت بعدا البوطه، حيت الا طيبتوها دابا وعاودتو طيبتوها في الفران راه غادي تقسح ليكم. هكا كتبقى فتيه وكتبقى مزيانه. دابا غادي نضيفو الفرماج على حساب الكميه نتوما اللي متوفره عندكم، وكما قلت لكم كتبقى غير اختياري. وغادي نزيدو واحد جوج فرماجات ديال جبن مثلث. زيدي هادو بعدا ماما. صافي وغير كتحركوا وكتخليو الحشوه حتى كتبرد شي شويه، عاد كتوضعوها في العجين. وهانتوما خليوكم معايا وتبعوا جميع المراحل ان شاء الله، راه كيجيو لذاذ وحتى في المنظر ما تسخاوش كشهوه منهم الصراحه. نديرو كريسات هكايا صغار، كميه العجين كامله اللي كاينه عندنا. كما شفتوا هكايا كريسات صغار، نتوما على حسب الحجم اللي بغيتوهم صغار بغيتوهم كبار. دابا غادي نوري لكم الطريقه كيفاش غادي تشكلوهم ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا كنحاولوا نبسطوها على هذا الشكل. صافي حتى كتبسطوها على شكل تكون هكايا طويله صافي. كتبسطوها بهذه الطريقه وكديروا الحشوه ديالكم في الوسط على هذا الشكل. وكتجيبوا من الاحسن الدقيق باش يجيكم ساهل، وكتبقاو تقرصوا هكايا في العجينه وكتجمعوا الجوانب بجوج مع بعضياتهم. ولا احتاجيتوا الطحين ديروا يديكم في الطحين هكايا وتبقاو تقرصوا حتى تتشكلوا بحال هكذايا كميره. غير قبلوا على الشرح ديالي. صافي كتولي عندنا على هذا الشكل، وكنوضعوها في شي لاطه بحال هكذايا. وفي الاخير ملي غادي نكملوا كاع الكميه اللي عندنا راه غادي نشرحوهم هكايا بشي موس باش ملي كيطيبوا كتبان ديك الحشوه وكتفرقع هكذايا، كيجي المنظر ديالهم صراحه زوين بزاف. غير حتى تكملوا على ما يطلقوا لكم شي شويه وكنجيبوا موس وكنشرحوه هكذايا. نعاود معكم وحده اخرى باش تفهموا الطريقه اكثر. كما قلت لكم كنبسطوا العجين على هذه الطريقه صافي، وكنوضعوا الحشوه في الوسط وكنحاولوا نجمعوا الجوانب ديال. كما كتشوفوا ملي كملنا العماره ديال
ميني كومير ديالنا اولا الفطائر. كنشرحوهم بحال هاد الطريقه، كتحاولوا تشرحوا حتى كتبان ديك الفتيحه. غتشوفوا شي موس يكون ماضي مزيان. صافي غادي تكملوا بهاد الطريقه. ملي كيتنفخوا راه كيجي الشكل ديالهم زوين بزاف. وملي غادي تكملوا التشريح ديالهم غادي دهنوهم بواحد البيضه، ما ضفت عليها انا حتى حاجه. وكيبقى لكم الاختيار الا بغيتو ديروا عليهم هكا شويه الزنجلان. صراحه انا كيعجبوني ملي كندردر عليهم شويه الزنجلان بحال هكا. هذا راه منقي ومحمر صافي. وغادي ندخلهم للفرن ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. هانتوما كما كتشوفوا غدهنوهم بهذه الطريقه صافي. وغادي ديروا لهم شويه ديال الزنجلان، واللي ما كيبغيوش راه كيجيو حتى بلا زنجلان، راه كيجي المنظر ديالهم كيشهي بحال هكايا. وهذا هو الشكل النهائي ديالنا. هانتوما كما كتشوفوا راه كيجي كيشهي ما شاء الله. غير جربوهم اكيد غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. وبصحه والراحه. وما تنساوش تدعموا القناه ديالي وتضغطوا على لايك الى عجبكم لا فيديو، وسبسكرايب. والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.